هل ممكن معاهدة سلام تكون سبب في حرب جديدة؟ يعني تخيل كده العالم كله لسه طالع من حرب دمرت نص أوروبا وملايين البشر ماتوا فيها، وورقة تتكتب علشان بعد 20 سنة بس تكون شرارة بداية الحرب الجديدة. حرب ولعت في العالم كله. ازاي ده حصل؟ وليه كل خطوة اتخذت بعد الحرب العالمية الأولى بقت هي السبب في بداية الحرب العالمية التانية؟ تعال معايا أحكي لك إيه اللي حصل. لما المدافع سكتت في 1918 كان كله فاكر إن خلاص البشرية اتعلمت الدرس. ألمانيا كانت منهكة جدا من الحرب، واقتصاد أوروبا كله كان شبه واقع، والشعوب كلها كانت مش عايزة حاجة غير السلام بس. وفي 1919 بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا اجتمعوا في مؤتمر فرساي علشان يكتبوا نهاية الحرب، بس اللي اتكتب كان بداية كارثة، لأنهم بدل ما يعالجوا أسباب الحرب الأولى قرروا ببساطة يعاقبوا ألمانيا ويدفعوها تمن كل حاجة حصلت في الحرب، واخدوا منها ارضها ودفعوها تعويضات بالمليارات. ومش بس كده، دول حرموها كمان ان هي تكون عندها جيش. ببساطه بلد كانت امبراطوريه كبيره بقت دوله مكسوره، وكل الماني حس ان هو اتظلم وان العالم كله اتامر عليه. وكان كل طفل الماني بيتربى على حاجه واحده، ان اللي حصل ده عار ولازم يتشال، والسلام اللي كان المفروض يمنع الحرب هو نفسه اللي خلق الدوافع بتاعه الحرب. في سنه 1923 حصل تضخم مرعب في المانيا، وعلشان تتخيل معايا حجم الكارثة، كان المواطن الألماني بياخد مرتبه الصبح يجري يلحق يشتري بيه أي حاجة قبل ما تغلى بالليل، ورغيف العيش بقى حرفيا بيتباع بشنطة فلوس، والناس بدأت تبيع ذهبها وبيوتها علشان تعرف تشتري أكل أساسا. وفي وسط الانهيار اللي بيحصل ده ظهر واحد غريب الأطوار اسمه أدولف هتلر، وده كان مجرد جندي عادي شارك في الحرب العالمية الأولى، ورجع من الجبهة محطم نفسيا بسبب الحكومة اللي حس أو هو كان فاكر إن هي اللي باعت البلد وسبب انهيار، وليه اليهود اللي هو شايفهم هم السبب في كل حاجة غلط بتحصل. علشان في سنة 1919 بعد ما يرجع من الحرب هتلر ينضم لحزب صغير جدا اسمه حزب العمال الألماني، والحزب ده كان عدد أفراده صغير جدا. هما كانوا كام عضو بيجوا يقعدوا على القهوة بعد ما بيخلصوا الشغل عشان يتكلموا ويتناقشوا في أسباب وقوع ألمانيا أو إيه السبب اللي وصل ألمانيا لكده. لكن لما دخل هتلر كل حاجة اتغيرت. هتلر استخدم موهبته في الخطابة وصوته العالي اللي كان بيهز المكان كله، اللي بالمناسبة كان عنده إصابة في الأحبال الصوتية بسبب تعرضه لغاز الخردل في الحرب العالمية الأولى، وده خلى الناس اللي شكوا في الحرب العالمية الأولى يكون في بينهم وبين بعض تعاطف ناحية هتلر، لأنهم كانوا عارفين إن سبب صوته البايظ إن هو شارك في الحرب، وبدأ يكسب الناس بكلامه عن إحياء ألمانيا وإرجاع مجدها من تاني. وفي سنة 1920 الحزب اتغير اسمه رسميا للحزب النازي، وكان شعاره الصليب المعقوب اللي هيتعرف بعد كده لرمز للرعب النازي. وفي نوفمبر 1923 هتلر قرر ياخد خطوة مجنونة جدا، وقال خلاص الكلام ما عادش جايب همه، احنا هنستخدم القوة، وعمل انقلاب عسكري اتسمى بعد كده بانقلاب ميونخ. بس الانقلاب ده فشل، وفي خلال ساعات الشرطة الألمانية قبضت عليه واتحكم عليه ب5 سنين سجن، لكنه قعد في السجن 9 شهور بس، والفترة دي كانت كفاية علشان يألف كتابه اللي سماه بكفاحي. والكتاب ده هتلر شرح فكره كله فيه، زي كرهه لليهود واحتكاره للديمقراطية، ده غير إيمانه بتفوق العرق الآري، وحلمه إنه يبني إمبراطورية ألمانية تسيطر على أوروبا كلها. وللأسف الكتاب ده بقى الإنجيل بتاع الحزب النازي في الفترة اللي بعدها. سنة 1924 هتلر أخيرا خرج من السجن، بس الدنيا ما كانتش في صفه قد كده، لحد ما حصلت كارثة عالمية جدا، الكساد العالمي العظيم سنة 1929، والبورصة الأمريكية انهارت والاقتصاد العالمي اتشل، وألمانيا اللي كانت أساسا تعبانة وقعت خلاص. المصانع وقعت فيها، والبطالة ضربت أرقام خرافية جدا في ألمانيا، والشعب بقى بياكل من الزبالة حرفيا. وفي اللحظة دي بالذات صوت هتلر بدأ يطلع من تاني، أنا هرجع مادة ألمانيا وهقضي على البطالة وهذل اللي ذلوني. والناس اللي مقهورين من الوضع بتاع البلد صدقوه، لأن ما عادش عندهم أمل غيره أساسا. وفي انتخابات سنة 1930 الحزب النازي بقى تاني أكبر حزب في البلد، وفي سنة 1932 الحزب قدر يحصل 13 مليون صوت، وفي الوقت ده كان الرقم ده خرافي. وفي 30 يناير سنة 1933 حصل اللي ما كانش حد خالص متوقعه، الرئيس الألماني بول فون هايندنبرغ قرر يعين أدولف هتلر المستشار الرسمي الألماني علشان يهدي الشارع ويحافظ على استقرار البلد. لكن في الحقيقة هو سلم مفاتيح البلد، علشان بعد أقل من شهر واحد من تعيينه البرلمان الألماني الراخستيج اتحرق، واللي خلى هتلر يستغل الحادث ده علشان يعمل مرسوم الطوارئ اللي سمح له بالمناسبة إن هو يوقف أي حد من غير أي محاكمة، وفي خلال أسابيع بس بقى عنده سلطة مطلقة في البلد. وفي سنة 1933 البرلمان وافق على حاجة اسمها قانون التمكين. القانون ده باختصار بيدي هتلر الحق في إصدار القوانين من غير ما يرجع للبرلمان أو الرئيس نفسه،
ومن اللحظة دي انتهت الديمقراطية رسميا في ألمانيا، واتحلت كل الأحزاب السياسية اللي موجودة في البلد، وهتلر طلع بنفسه وأعلن إن مفيش حزب تاني في البلد غير الحزب النازي، علشان في أغسطس 1934 يموت الرئيس الألماني. والراجل يا عيني ملحقش يتدفن عشان هتلر يطلع تاني يوم ويعلن إن هو جمع بين منصب الرئيس ومنصب المستشار، وبقى الفهري أي القائد الأعلى للدولة. ومن اللحظة دي الشعب كله بايع هتلر بالولاء، والجيش كله أقسم يمين الطاعة لهتلر نفسه مش للدستور. وبدأ يكون عنده حلم إن هو يكون الرايخ الثالث ويعمل الإمبراطورية الألمانية الجديدة، إمبراطورية ترجع لألمانيا حقها اللي خسرته في الحرب الأولانية. بس في مشكلة صغيرة قد كده، فاكر المعاهدة اللي اتوقعت في أول الحلقة؟ المعاهدة دي فيها بند بالنص على عدم تسليح ألمانيا، يعني من الآخر ما عندوش جيش. في الحقيقة هتلر بدأ بخطوات صغيرة جدا وعمل مصانع جديدة بحجة إنها لتعمير ألمانيا، لكن في الحقيقة إن هي كانت مصانع سلاح، غير إن هو أنشأ جيش جديد في السر وأنشأ سلاح الطيران الألماني اللوفت بافا، وبنى دبابات تحت ستار إنها برارات زراعية. بس أنت عزيزي المشاهد هترجع تقول لي، هل العالم ما كانش شايف إن هو بيبني جيش من تاني أو بيصنع سلاح؟ في الحقيقة فرنسا وبريطانيا كانوا عارفين إن هو بيبني مصانع للسلاح وبيجهز جيشه من تاني، بس عملوا مش واخدين بالهم عشان كانوا خايفين من بداية حرب جديدة. بس المفاجأة في 1936 هتلر أمر جيشه بدخول منطقة الراين اللي المفروض إنها منطقة من ذوات السلاح، وفي الحقيقة بريطانيا وفرنسا كانوا يقدروا يوقفوه ويدمروا الجيش بتاعه بسهولة، لأن في وقتها كان جيش هتلر لسه صغير خالص، ولو حاربوهم كانوا هينوهم في أقل من يوم. بس في الحقيقة ما عملوش أي حاجة من دي، لأن هم كانوا بيتبعوا سياسة الإرضاء مع ألمانيا، علشان اللي حصل معاهم في الحرب العالمية الأولى، اللي هو من الآخر هنراضيك بالحتة دي بس ما توجعش دماغك. بس هتلر لما ما تلاقاش أي رد فعل منهم افتكر إن هم خايفين منه، وهنا الغرور عنده بقى في السما، وقال جملته الشهيرة: لو انسحبنا يومها لكنت أنا انتهيت سياسيا، لقد ربحنا الحرب بدون إطلاق رصاصة واحدة. علشان بعدها يبدأ في مرحلة جديدة خالص. بعد سيطرته على الراين بدأ هتلر يعمل شبكة تحالفات جديدة خالص، وفي نوفمبر 1936 عمل اتفاقية مع إيطاليا اسمها محور روما برلين، وفي نفس الوقت عمل اتفاقية مع اليابان ضد الاتحاد السوفيتي. وبكده بقى في محور جديد خالص بيتكون في العالم، ألمانيا وإيطاليا واليابان اللي تعرفوا بعد كده بس دول المحور. وفي 12 مارس 1938 القوات الألمانية تدخل النمسا بحجة وجود أقلية ألمانية فيها، والغريب في الموضوع إن ألمانيا ما ضربتش طلقة واحدة في الاحتلال ده، والأغرب من كده بقى إن النمساويين نفسهم كانوا فرحانين بدخول الألمان عليهم، علشان كانوا شايفين إن هم وألمانيا شعب واحد بسبب إن هم بيتكلموا نفس اللغة. بعد النمسا على طول هتلر بص على دولة تانية اسمها تشيكوسلوفاكيا، وقال إن فيها منطقة اسمها السوديت فيها أقلية ألمانية، فأنا هضم المنطقة ديت على ألمانيا. بس الحكومة التشيكية طبعا رفضت، لكن بريطانيا تحديدا رئيس وزرائها شامبرلين قال لهم خلوه ياخدها يمكن يكتفي بيها وما نطلعش حرب جديدة في المنطقة، علشان في 30 سبتمبر 1938 يتوقع اتفاقية ميونخ، والاتفاق ده سلم لهتلر رسميا منطقة السوديت بدون أي حرب. ورئيس وزراء بريطانيا تشامبرلين رجع لبريطانيا وقال بكل فخر: أنا جبت السلام للعالم. واللي في دماغه إن هو كان كده خلاص مفيش أي حروب تاني، بس اللي ما كانش عامل حسابه إن بعد شهور قليلة 15 مارس 1939 هتلر كسر كل وعود ودخل بقوته كلها براغ عاصمة دولة تشيكوسلوفاكيا وضمها ليه. وفي نفس الشهر بدأ يطالب بممر دانسيغ اللي موجود في بولندا بحجة إنها كانت تابعة لألمانيا أيام الحرب العالمية الأولى، بس بولندا رفضت طبعا، والعالم بدأ يشوف إن الحرب كده كده جاية. بس كان في حاجة هتلر لازم يعملها عشان يبدأ الحرب وهو مطمن، وهي إنه لازم يأمن ظهره. علشان كده قبل ما هتلر يدخل على بولندا بأيام قليلة حصل اتفاق عجيب خلى العالم كله مصدوم. ألمانيا النازية عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي، ورغم إن الاتنين أفكارهم عكس بعض بس الاتفاق كان بسيط: احنا مش هنحارب بعض بس هنقسم بلادنا بينا بالنص. والعالم اتجنن لما سمع الخبر ده، بس المعلم هتلر كان بيحضر للمفاجأة الكبيرة. في 1 سبتمبر 1939 أول قنبلة تنزل على بولندا، ومن اللحظة دي بالذات العالم دخل مرحلة جديدة خالص، مرحلة الحرب العالمية التانية. كده يا صديقي نكون وصلنا لآخر حلقة، ولو عايز تعرف ازاي الحرب دي بدأت وايه الأحداث اللي حصلت فيها متنساش تتابعني، تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. سلام.